مساء الخير على كل الناس اللي بتتابعنا اللي من داخل مصر وخارج مصر على راسي من فوق. النهارده يوم معروف دايما للناس اللي بتحب تمشي صح وبتحب تمشي ببرنامج الوقاية. عايز اعرفكم برضو في الفيديو دي للناس اللي بتشتري بطاريات مستعملة، ودي اهم حاجة. اول ما تجيب البطارية معاه مشاكل، فانتوا تابعوا معايا الفيديو ده. لو انا مثلا بشتري بطارية قديمة لازم احرق بالنار زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. سواء قطاعك كبير، اهم حاجه لو انت قطاعك كبير ممكن كل كل يومين ثلاثه كده انك تحرق 3 ايام 4 ايام على حسب البرنامج اللي انت تعمله. واهم حاجه الناس اللي بتشتري بطاريات مستعمله لازم تعمل دور الوقايه دي اهم من كل شيء، عشان برضو حاجتك تفضل نظيفه. لو هو عنده اي مرض ولا اي حاجه، المرض ما يفضلش عندك. في نفس الوقت بقى بيحوش لك الامراض كتير مثل الفيروسي وممكن برضو الجرب. حتى تلاقي البطاريات يا جماعه بتلمع ما عليهاش اي شعر زي انتوا بتشوفوا الفيديوهات السابقه. المره دي بقى هنعمل دور وقايه على طول عشان خاطر الحر، وانتوا عارفين الحر احنا بنعمل بالليل يا جماعه. احنا الحرق بالليل كل 3 4 ايام كده. امسك حاجتك لو انت قطعك صغير مثلا كل 15 يوم شهر انك تعمل نفس الموضوع ده. هي دي تربيه الارنب، هي دي تربيه الارنب. واكيد ناس كتير اتكلمت عن الموضوع الوقايه ده. كل خلي باله. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك الاشتراك، فعل زر الجرس لو انت بتهتم معانا في تربيه مجال الارانب كده يا جماعه. اول ما نجيب البطاريه مستعمله لازم نستعمل معاها الحرق ده، وتشد عليها بالحرق شويه لان ديت ما تكونش نقل امراض وتيجي تتنقل عندك، لان انت لسه اكيد مبتدئ وعايز تجرب تربيه الارانب. عشان ما تنصدمش من اولها كده لازم تستعلم عن الموضوع صح وتستعمل الوقايه زي ما انا وريتها لكم كده. دي اهم حاجه. طيب جبنا بقى وربنا يا جماعه، بعد ما جبنا بطاريه وحرقنا كويس ووصلنا الصرف بتاعها زي ما انتم شايفين كده، تمام. دي حاجه كويسه برضو، ظبطت الصرف والدنيا بتاعتك وامورك تمام. بعد ما ظبطنا كل حاجه بقى بنبدا نسكن الارانب زي ما انتم شايفين كده، كل واحده في عين واللي معاها خلفه معاها زي ما انتم شايفين كده. تاني هم بقى تستعمل الوقاية امتى بقى؟ كل مرة عايز. في ناس بتستعملها في الصيف على طول، احنا بنستعملها الصيف والشتاء يا جماعة على طول. الحرق عندنا اساسي ولازم يكون في اول البرنامج الوقاية الحرق. طبعا احنا بنستعمله في اليومين في الاسبوع، بس في الصيف بقى يا جماعة احنا بنستعملهوش بجو النهار، بنستعمله ليلي. لازم يكون الجو حلو، انما في الشتاء ممكن تستعمله في اي وقت. طبعا الارانب ساكنه اهيت يا جماعه في قلب البطاريه، وبنبدا نحرق كده على طول زي ما انتم شايفين كده. مش شرط بقى انك تثبت ايدك كده، لا يا جماعه، كل شغله كده على خفيف، انك عشان خاطر برضو تمنع مشاكل الفيروسي ومشاكل الجرب وامراض كتير وحشرات برضو ما تسكنش عندك في قلب المزرعه.